بتعبيري عن مشاعر المحبة والمودة التي تربطني بهذه الوجوه الطيبة النيرة، بل وبهذا البلد الكريم. هذا البلد الكريم كما قلت لغير واحد من الإخوة هو بلد يحبني وأحبه، فلا يفوتني وأنا في بلد المليون شاعر إلا أن أختم هذا التدخل بهذه الأبيات، فأقول: رواة الفقه تنتفض انتفاضا، رواة الفقه تنتفض انتفاضا، تجدده فينتهض انتهاضا. أتت للندوة الكبرى سراعا، تروينا الجداول والحياضا، وتعرض في العقود مساجلات تجدد حالها تنفي اعتراضا، تباشرها عقول نيرات تبوئك الحدائق والرياضا، تنضر من نصاعتها وجوها وتبعث مالكا تحيي عياضا. فيا شنقيط تيهي في دلال، فيا شنقيط تيهي في دلال، بجامعة تدرسك القراضا، وعقد البيع والسلم المسمى، وعقد القرض إن شئت اقتراضا. بنى المختار صاحبها أساسا، عليه المستقر فلا انتقاضا. هذا جواب فقط للأبيات التي أنشد الآن الشيخ الدكتور محمد الروقي، سيد محمد الروقي. جدى العرفان بين يديك فاض، وأحييت الذي من قبل غاض، وأديت الثنى مختار وقت، وأحسنت القضاء لمن تقاضى، وصغت قواعد العلماء فرضا، وقد كنا نقدرها افتراضا، وكنت سنا لواقعنا مضيئا يرد سواد طلعته بياضا، بعلمك لم تزل تشفي صدورا شفاء قد ورثت به عياضا، بزوركما حوت شنقيط فخرا فليست تبتغي منه اعتياضا، ولا زالت ترود لكم رياضا وتملأ من مواردكم حياضا، عقدنا عقد ود عن تراض وتنعقد البيوع لمن ترى.